ناس الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فضاء ليلى وفيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. وضمن سلسلة حلويات العيد اليوم غادي نتقسم معكم هاد لي بتي فور من عجينة وحدة بثلاث نكهات مختلفين، تيجيو صراحة لذاذ وهشاش بدون خميرة كيماوية، وكيكونوا ناجحين 100%، ما فيهم شي تعقيدات، يعني ساهلين ماهلين. ونبداو على بركة الله بالمكونات. هنايا عندي 6 البيضات، انا راه ضاعفت المقادير، غادي نخليكم صندوق الوصف العجنه الوحده شحال كيكون فيها. هنا عندي 6 البيضات، 400 غرام ديال السكر كلاصي، كاس ونص ديال زيت نباتي، رشيشه ديال الملح، وهنا عندي 260 غرام ديال النشا، عندي هنايا الفانيليا، وايضا عندي كيلو ديال الدقيق. بلا ما نساو الزبده بطبيعه الحال، 500 غرام ديال الزبده. انا خديت المارغرين بدرجه حراره الغرفه، يعني كتكون طريه بزاف. سناخذ واحد البول كندير فيه ديك الزبده ديال 500 غرام ديال المارغرينا اللي خدمت. الا نتوما خدمتوا الزبده عاديه فغادي تنقصوا هذاك نص كاس ديال الزيت، يعني غادي ديروا غير كاس ديال الزيت ببركه. المهم زدت ليه هذاك الزيت تدريجيا، كنزيدوا الزيت تدريجيا مع ديك 400 غرام ديال السكر كلاصي، يعني السكر الثقيل، وكنخلطوه بالطراب الكهربائي. ما تنخدموش يدينا نهائيا، كنخدمو غير بالطراب الكهربائي. واللي عنده العجانه كيخدم ديك الورقه، ديك الطراب ديال الورقه، ماشي داك باش كنعجنو وماشي باش كنطلعو لاكريم، وانما هذيك الاخرى كيسموها الورقه. المهم كنطربوا بهذه الطريقه هذه حتى كنتحصلوا على واحد القوام كريمي. ما تنساوش بان راه زدنا هذيك الرشيشه ديال الملح، وهنايا زدنا الفاني. تقدروا تنسموا بالنسبه اللي بغيتو، تقدروا ديروا القشور ديال الحامض ولا القشور ديال الليمون، كتنسموا بالنسبه اللي نتوما بالحاجه اللي نتوما مرتاحين ليها. صافي. ودابا راني زدت هذاك 260 غرام ديال النشا، يعني نشا الذره. كنخلطوا بهذه الطريقه هذه حتى كندمج هذاك النشا وكنتحصل على واحد الكريمه. ديك الساعه تنحيد هذاك الطراب الكهربائي، وكنجيب سباتولا باش نزيد بها هذاك الدقيق تدريجيا حتى كنتحصل على واحد العجينه اللي كتكون شويه مازال طريه، باش عاد نقدر نقسمها على 3 ديال لي بول، وغادي ندير ليها النكهات اللي كيكونوا مختلفين. انا راني زدت غير نص الكميه ديال الدقيق، يعني زدت غير 500 غرام ديال الدقيق، خلطتها مع هذاك الكريمه اللي صاوبت، وغادي نقسم هاد العجينه على 3 بهذا الشكل هذا. وداك الشيء اللي بقى ديال الدقيق غادي نوزعوه تدريجيا من بعد. غيكونوا على يقين بان هذا الشيء اللي درت راه خدا ليا كيلو واقف، يعني كيلو نيشان ديال الدقيق الابيض. بالنسبه للنسمات، هاد العجينه نسمتها بجوج معالق كبار ديال الجنجلان اللي حمرته شي شويه وسحقته وغربلته. صافي زدت هذوك جوج معالق كما قلت لكم، وكنزيدوا هذاك الدقيق تدريجيا حتى كنتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون شاده راسها. هي راه ما خصهاش تكون قاصحه، لاننا غادي ندوزوها في الجيب الحلواني. كنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى كنتحصل على واحد الكريمه، عفوا على واحد العجينه اللي كتكون شاده راسها. كنخليها جانبا وكندوز باش نصاوب الخلطه الثانيه. بالنسبه للخلطه الثانيه انا راني درت فيها الروح ديال الفستق، يعني لاباط بيستاش، ودرت ليها شويه ديال الملون. كنبقى نخلطو بهذه الطريقه هذه حتى كنتحصلوا على اللون اللي بغينا، ومن بعد كنبقاو نزيدو هذاك الدقيق تدريجيا حتى كنتحصلوا على واحد العجينه اللي كيكون القوام ديالها شويه طري، وكنديروه جانبا. وندوزو باش نصاوبوا الخلطه الثانيه اللي هي بالكاكاو. زدت لها جوج معالق كبار ديال الكاكاو المور اللي مغربل. صافي كنبقى نخلط هكا وتنكمل بالدقيق. المهم بالنسبه للكميه اللي قلت لكم ديال هاد العجينه هذه راه خدات ليا كيلو واقف، ما زدت عليه حتى شي حاجه، كيلو ديال الدقيق الابيض. صافي وكنديرو جانبا. الوقت اللي غادي نوجد فيه اللاطات اللي غنخدم فيهم كنفرشهم بورق الطبخ، وغادي ندوز باش نبوشيهم. اول حاجه غادي نبدا بها هي هذيك العجينه اللي زدت ليها هذيك جوج معالق ديال الجنجلان اللي محمر ومطحون. تقدروا تنسموا بالكاوكاو مطحون اولا باللوز مطحون، المهم داكشي كيبقى على حسبكم. بالنسبه للبوشاج راه غير ديروهم ملاصقين، ما تخافوش، راه كما كتحطوا الحبه كما كتبقى، بحكم ان ما فيهاش الخميره الكيماويه راه ما كتنتفخ ما والو، كما حطيتوا الحاجه كما كتبقى. صافي غير حاولوا انكم ما ديروهمش طالعين بزاف، كديروهم شويه لاصقين في الارض، لان ما فيهمش الخميره اللي غتجيبهم شويه مفشفشين اولا منفوخين. داكشي علاش انا بغيت نلاصق جوج، هذاك الشيء علاش كنحاول اني نديرهم رقاق. الا كنتو غادي تحطوا غير الحبه تزوقوا كل حبه بوحدها ماشي مشكل، درتهم طالعين شي شويه. المهم دابا غادي ندوز ديال البيستاش.
غادي نبوشيها حتى هي. راه كيما قلت لكم هاد الحلوه ما كتاخذش الوقت نهائيا، راه فرمشه عين كتوجد، وحتى المذاق ديالها صراحه كيجي زوين. صافي غادي نفرشهم كلهم اولا غادي نوزعهم كلهم على اللاطات اللي انا وجدت من قبل، وغادي ندوز باش نطيبهم. قبل ما نطيبهم انا كنخليهم ساعتين ديال المكانه في واحد الجو اللي كيكون تحت شي شرجم، كيكون كيضرب فيهم الريح حتى كيتشمعوا. واحد الساعتين ديال واحد الساعتين عاد ديك الساعه كنطيبهم على درجه حراره 180. انا كندير العافيه من الفوق ومن التحت في المروحه حتى كتوزع عليهم الحراره. بالنسبه لي عندهم الفرن ديال الغاز، فغادي ديروهم من الفوق حتى كتشوفهم بداو كيتذهبوا. من التحت عاد كتنزلوهم غير شي شويه، راه ما كياخذوش وقت كبير في الطياب. صافي ومن بعد ما كيطيبوا راكم كتحيدوهم ديك الساعه، ما تخافوش، ومن بعد كتخليوهم حتى كيبردوا عاد كتزينوهم. وما ديال الكميه اللي عطاتني هذيك كيلو ديال الدقيق. وصافي دابا من بعد ما بردوا غادي ندوز باش نزينهم. هنايا عندي الكوك غربلته، خديت غير داكشي اللي حرش وزدت ليه شويه ديال الفيرميسيل بهذا الشكل هذا. الزلافه الاخرى عندي فيها الزنجلان محمر، وزلافه الاخرى درت فيها اللوز ايفيلي حتى هو حمرته وهرمشته شي شويه بيدي. كناخذ هذوك الحبات ديال الحلوى كلهم كنلاقي كل جوج مع بعضياتهم غير بالشوكولاط، ما كنخدموش لا كونفيتور لان هذا البتي فور ما كيبغيش شي حاجه اللي تردو طري، يعني ضروري ديروا غير الشوكولاط فقط. الا درتو كونفيتور راه كيجمع كاع الرطوبه اللي كاينه وكيولي المذاق ديالو ما زوينش. المهم كنلاقي كل جوج بالشوكولاط بهذا الشكل هذا. عاد ندوز من بعد باش نغطس ليهم النصف في وسط هذاك الشوكولاط وغادي نزينهم. بالنسبه لهذوك الحليوات البتي فور ديال النكهه اللي بالنكهه ديال البيستاش، كنغطس ليهم هذاك الراس في الشوكولاط وكنعاود نستقطرهم وكنغطس ليهم هذاك الشيء اللي زينت بالشوكولاط. كنديرو شويه ديال الكوك مع الفيرميسيل كيجي المنظر والمذاق رائع. كنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها، وغادي ندوز باش نزين هذوك لي بتي فور بالمذاق ديال الزنجلان بنفس الطريقه. هذاك بتي فور اللي كنغطس ليه الراس في الشوكولاط وكنديرو في الزنجلان اللي كيكون محمر. الا نتوما درتو في وسطو الكاوكاو فكتزينوه بالكاوكاو اللي كيكون مهرمش شي شويه. وبالنسبه للشكل الثالث اللي هو بالكاكاو المر، فحتى هو كنغطس ليه الراس في الشوكولاط وكنديرو في وسط داك اللوز ايفيلي اللي حمرته وهرمشتو شي شويه غير بيديا باش ما ياخذليش كميه كثيره. صافي غادي نديروهم ينشفوا ومن بعد غادي نقدموهم بالصحه والراحه. انا بقى ليا في الاخر من بعد ما زينت هذوك الحليوات ديال البتي فور بمذاق ديال الشكلاط، بقى ليا شويه ديال الشكلاط في الاخر تقريبا شي 2 معالق كبار. عاودت سخنتهم ذوبتهم من جديد وصفيتهم ودرتهم في واحد الميكا يعني بلاستيك ديال المجمد، وخططت بهم هذوك الحبات ديال الشكلاط باش داك الشكلاط ما نضيعش فيه. وكان هذا هو الشكل ديال لي بتي فور اللي حضرت معكم اليوم. الصراحه تيجيو رائعين وراقيين وحتى المذاق تيكونوا هشاش وهشاش ولذاذ بزاف. جربوهم وردوا عليا الخبر. خليت لكم الراحه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.